كنت لسه داخل الجيم جديد وكنت شايف ان في صور ما شاء الله محطوطة على الجيم، ناس بتتمرن، روني كولمان وناس في الجيم. فسألت الكوتش بتاع الجيم: يا كوتش انا عايز ابقى زي الناس دي، اعمل ايه؟ قال لي: لازم تاخد كرياتين. كنت برضو بعد ما بدأت اتمرن كنت اشوف شخص بيشتغل وزن تقيل فاقول عليه ما شاء الله ما شاء الله، الاقي شخص تاني يقول لي ما يغركش ده بياخد كرياتين. وكنت اقلب على السوشيال ميديا الاقي شخص فورمته ما شاء الله عليها، الاقي شخص بيقول لي الشخص ده وصل للمستوى ده بسبب انه باخد كرياتين، والاقي الناس كاتبه له كده في الكومنتات. فالموضوع كان بيكرر معايا موضوع الكرياتين ده بالذات، والاقي شخص تاني يقول ده انا ممكن اشتري الدمبل ال80 لو انا باخد كرياتين. والسر في الكرياتين والله العظيم في ناس قريبه مني بتقول الكلام ده لحد دلوقتي رغم وجود العلم ووجود كل الكلام ده. عارف ان الفيديو ممكن يبان حاجه غبيه نوعا ما لاغلب الناس، بس الناس اللي لسه بادئه تتمرن وبالذات الناس اللي لسه بادئه تتمرن لازم تتفرج على الفيديو ده. بس في الاول خالص قبل ما نبدا الفيديو ونتكلم، انا اسمي خالد ناصر، القناه دي معموله للناس اللي عندها سكر والناس اللي بتتمرن، لان انا عندي سكر فبشارك تجربتي وكده، ولان برضه بتمرن واصل لمستوى كويس. فلو انت شخص مصاب بالسكر وعايز تبني جسم فاكيد القناه دي ليك. لو انت شخص عاوز تبني جسم وما عندكش سكر فاكيد القناه دي ليك. لو انت شخص مالكش علاقه بالموضوع ده كله برضه بنزل معلومات تفيد الشباب، فاعمل اشتراك ويلا بينا نبدا على الفيديو. انا الصراحه يا جماعه ما كنتش عايز اعمل الفيديو زي ما قلت لكم، بس الصراحه الحاجه اللي حصلت لي في الجيم من حوالي 3 ايام هي اللي خلتني اعمل الفيديو ده. كنت واقف في الجيم عادي، ففي اتنين اصحاب بيتمرنوا مع بعض. الاتنين بيتمرنوا بقالهم حوالي 3 شهور، عاملين مستويات كويسه بالنسبه للوقت اللي هم بيتمرنوا. تمام. بس في شخص احسن من شخص تاني بحاجه بسيطه، يعني ازيد منه انشف منه فاحسن منه بحاجه بسيطه، نتيجه بقى جينات نتيجه اي حاجه. فالشخص الاقل بقول له ما شاء الله استمر ومش عارف ايه، قال لي خلي بالك هو اتطور اكتر مني علشان بياخد كرياتين. ده بقى الحاجه بقى اللي انا لما سمعتها قلت لازم اروح البيت اعمل فيديو زي ده. وقعدت ترددت شويه لحد ما خلاص لازم عملت سكريبت الفيديو، قلت لازم اعمل. فبلاش كلام كتير ويلا بقى نبدا بقى على التفاصيل. خلينا نسال كده في الاول، يعني ايه كرياتين؟ الكرياتين ده ماده الجسم بينتجها وهو مكمل مش سحر، مش هيروح يتمرن مكانك. لو اخدت كرياتين انت مش هتلاقي نفسك بتطير ولا حاجه بتخليه خارق، هي حاجه بتخلي جسمك يشتغل بشكل افضل، بيخلي عندك قوه افضل مع الوقت، بيخليك شكلك اضخم نوعا ما وبتزيد عضلات نوعا ما، بس مش بالنسبه اللي في دماغك. لان في ناس فاكره ان هم لو اخدوا كرياتين مش مهم نتمرن، مش مهم ناكل صحي، مش مهم نعمل كل الكلام ده خالص، احنا خلاص هناخد كرياتين. عايز كده افتكر لك موقف، انا عند واحد صاحبي قال لي انا عايز اخد كرياتين، فسالته انت بتحسب كارب؟ قال لي لا. قلت له بتحسب بروتين؟ قال لي لا. قلت له بتحسب سعراتك بتدخل فوق احتياجها حتى من غير ما تقسمها؟ قال لي لا. قلت له امال عايز تاخد كرياتين ليه؟ قال لي ما كل الناس بتاخد كرياتين وعامله جسم جبار والكرياتين ما فيش منه اتنين. فيعني ما ردوا انتوا بقى عليه لان انا مش هينفع اقول حاجه. شخص عايز ياخد كرياتين الشخص ده يكون معاه القدره الماديه اللي مخليه عارف يعمل نظام غذائي كامل متكامل، والكرياتين ده يجيبه بعد ما يعمل النظام الغذائي ويستمر عليه. ما تزعلش مني، ما يبقاش في شخص التلاجة عندهم فاضيه ما فيش فيها فراخ ما فيش فيها اي حاجه ما فيش رز ما فيش اي حاجه ايا كانت، ورايح يجيب علبه كرياتين ايا كان سعرها كام. الفلوس دي انت حق بيها ان انت تجيب بيها اكل. الموضوع ده بيفكرني ثواني كده، الموضوع ده بيفكرني بشخص راح اشترى الفيونكة قبل البدلة، انت فاهم؟ او شخص راح اشترى جراب التليفون قبل التليفون. انت المفروض بتشتري الحاجة اللي بتكمل التليفون بعد ما تجيب الحاجة اللي انت المفروض تجيبها، فاهمني؟ انت بتجيب التليفون بعد كده تجيب الجراب بتاعه، فاهمني؟ ما تروحش تجيب الجراب قبل التليفون، ده مش طبيعي. نفس الكلام انا اعتبر ان الاكل واحتياجك من السعرات واحتياجك من البروتين ده مثلا التليفون، والكرياتين ده مثلا الجراب بتاع التليفون، فاهمني؟ فانت المفروض تجيب التليفون بعد كده تجيب الجراب. الموضوع اللي بقوله لك ده بقوله لاي شخص بيقول لي انا عايز اخد كرياتين مثلا وهو قدرته الماديه مش افضل حاجه، فبرص له الكلمتين ده فبيقتنع على طول. خلينا نخش في النقطه اللي بعدها، هل الكرياتين فعلا زي ما الناس بتقول بيخلي الشخص وحش؟ لا يا باشا، الكرياتين مش بيخلي الشخص وحش ولا اي حاجه، الكرياتين بيحبس ميه جوه العضلات، مش بيحبس ميه تحت الجلد بيخلي وزنك زايد، لا هو بيحبس ميه جوه العضلات، فبتبان العضله ان هي اكبر، مش هتبقى زي البيج رامي، العضله هتبان اكبر شويه. يعني مثلا هنقول ان العضله كده فاهمني زادت حاجه بسيطه، فاهم؟ يعني زادت حاجه بسيطه مش هتبقى زي البيج رامي. واكتر حاجه بشوفها غبيه لاي شخص بياخد كرياتين ان هو ياخد الكرياتين من غير ما يشرب كميه ميه كافيه. فيعني أنا مش عارف اقول لك ايه الصراحه، انت لو هتاخد كرياتين يا باشا لازم تشرب كميات ميه كافيه علشان ما تجيش بعد كده تشتكي ان عندك صداع وجفاف وتعبان والكلام ده كله، ويقول لي انا جالي فشل كلوي من الكرياتين، اكيد دي نصيبه، انا اروح احلل اروح اعمل اروح اترك.
ويعني هو مش فاهم ان لازم يشرب كوبايات ميه كافيه. فالعيب مش من الكرياتين في الحاله دي، العيب من الشخص اللي بياخده. الكرياتين مش هرمونات، الكرياتين مكمل، ومن اكتر المكملات في العالم اللي معمول عليها ابحاث، ولقوه ان هو امن لسن بعد ال 18 سنه بتهيألي، او سن 18 سنه. والجرعه اليوميه لو اخدتها مش هيحصل لك اي مشاكل، اللي هي ال 5 جرام اللي هو السكوب. وبقول لك ان هو مش استرويد علشان ما تروحش تاخد الكرياتين وتخش تنام 14 ساعه وتفضل كده قاعد مستني المعجزه، البناء العضلي ومش عارف ايه، ويحصل لك زي الرجل الاخضر، اكيد انت شفته، فجاه هدومه تتقطع من كتر ما العضلات زادت. فانسى الموضوع ده كله، ما تتفرجش على مارفن كتير والكلام. عارف ان انت ممكن ما تصدقنيش، قبل كده شخص بيقول لي انا باخد كرياتين بقالي اسبوع ومش شايف اي نتيجه. وقلت له طب اخبار التمرين ايه؟ قال لي تمرين؟ هو انا لازم اتمرن؟ فيعني والله خلينا نغير النقطة. فمن الآخر الكرياتين مكمل زيه زي البروتين، زيه زي أي مكمل، مكمل مثلا الكارب، الكلام ده كله، فهو مكمل. بس الكرياتين من المكملات اللي لازم نوعا ما الشخص ياخدها، لأنه ما بيعرفش ياخد احتياجه من الأكل. يعني البروتين أنا شايف إن الشخص لو وزنه قليل مش محتاج ياخد بروتين من بره، لأن هو ممكن ياخده من الأكل، فاهمني؟ إنما الكرياتين أنت سمعت يعني إن هو محتاج تاكل كيلو لحمة. مش عارف المعلومة دي صح 100% ولا لأ، بس دي اكتر معلومه متداوله، يعني ان الشخص محتاج ياخد كيلو لحمه علشان يعوض سكوب الكرياتين. فاكيد ده مكمل الشخص محتاج ياخده. بس عايز افهمك حاجه، مش علشان بتاخد كرياتين او عايز تاخد كرياتين انت مفكر كده انك هتبقى تطورك اسرع من اي انسان. يا باشا احنا زي ما قلنا ده مكمل، يعني حاجه بتكمل احتياجك. بس الكرياتين زي ما فهمتك صعب انك تاخد احتياجك من الاكل منه، فانت بتاخده من بره ومفيش منه اي مشاكل، ومعمول عليه ابحاث كتيره جدا ان انت عادي تاخده بس لو ما عندكش مشاكل. ففي الفيديو بتاع النهارده انا عارف ان هو ما طولش، هو فيديو قصير مش محتاج منه كلام كتير، لان اغلب الناس عارفه المعلومات اللي فيه. الكرياتين يا باشا عادي انك تاخده لو ما عندكش اي مشاكل، عادي انك تاخده واستمر عليه والدنيا تمام التمام. بس سيبك من عقليه ان انت لو اخدته هتبقى في حته تانية واوزانك هتبقى جباره. انا عايز افهمك حاجه، في ناس بتاخد كرياتين واوزانها بتزيد بشكل جبار، مش بسبب الكرياتين، بسبب ان هم معتقدين وعندهم ايمان ان هم لو اخدوا كرياتين اوزانهم هتزيد، فبياخدوه اوزانهم بيزيد. فاهمني؟ السبب مش من الكرياتين بقى، السبب ان هم اقتنعوا، وانت اقتنعت ان انت لو اخدت كرياتين اوزانك هتزيد، اوزانك هتزيد. ولو انت اقتنعت ان انت من غير ما تاخد كرياتين اوزانك هتزيد، اوزانك هتزيد. انا اعرف شخص ما بياخدش اي مكملات وزاد حوالي اكتر من 45 كيلو، مش بياخد اي مكملات، اي مكملات بمعنى الكلمه، وبياكل اكل من البيت ووصل لجسم جبار وعنده سكر. اقول لك الشخص ده مين؟ الشخص ده انا. وصلت للمستوى اللي قدامك ده وانا ما باخدش اي مكملات. مش بقول لك ان المكملات غلط اذا كان عليا او اذا كان على اي شخص مصاب بالسكر، بس انا معتقد اعتقاد تام ان انا طول ما انا باخد احتياجي من الاكل انا مش محتاج اخد اي مكمل. الكرياتين ما بعرفش اخد احتياجي منه من الاكل، لكن انا عندي طريقه تفكير ان الفلوس اللي اجيب بيها كرياتين دي انا اروح احطها افضل في الاكل، ادخل احتياجي من البروتين وادخل احتياجي من الكرب وادخل احتياجي من الفات، وابقى كده ماشي صح 100%، والحمد لله بتطور. حتى لو الكرياتين هيساعدني بشكل اكبر، بس في حاجات تانية اهم. وعلشان تكون فاهم، انت مش بتشوف نتيجة الكرياتين غير بعد فترة، يعني انت مش من اول سكوب هتشوف النتيجة بتاعته. فعلشان كده حتى لو انا معايا فلوس اجيب كرياتين ومعايا فلوس بزيادة ما بجيبوش، لان انا ما بكونش ضامن هل انا هجيبه الشهر اللي بعده والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده. واي انسان جاب الكرياتين مرة واحدة وشاف منه تطور نوعا ما وهو بقاله فترة مش بيتطور، لما بيرجع يوقفه بسبب ظروف مادية وايا كان الظروف اللي بيعدي بيها، فبيلاقي ان جسمه نوعا ما الميه اللي كانت محبوسه فيه قلت نوعا ما. ساعتها بيكره التمرين وبيكره كل حاجه وبيشوف نفسه قليل وثقته في نفسه بتقل. والكلام ده انت اكيد شفته، واكيد ممكن يكون حصل معاك لو انت كنت اخدت كرياتين وبطلته. لما بتحس نفسك انك نزلت في الوزن نوعا ما وشكلك ما بقاش زي الاول، فساعتها انت بتكره حياتك. ففي نهايه الفيديو الجميل ده ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم فيه، الكرياتين خده يا باشا، بس لو انت معاك القدره الماديه اللي تخليك تجيب نظام غذائي كامل متكامل، ومع ذلك تاخد الكرياتين فوقه لو معاك القدرة المادية. وركز على كلمة القدرة المادية دي، لو انت معاك القدرة المادية ان انت تمشي على نظام غذائي، فصدقني النظام الغذائي هيكون افضل بكتير. معاك القدرة انك تزود عن كده، انك تجيب مكملات،
مفيش اي مشكله انك تجيب كرياتين. وعلى العموم هو مش غلط زي ما احنا قلنا، وان شاء الله ما كنتش طولت عليكم، واكيد في ناس عارفه المعلومات اللي في الفيديو ده. فباختصار لو انت عايز تاخد كرياتين خد كرياتين، بس لازم تكون ماشي على نظام غذائي. بس لو جيت وخيرتني نظام غذائي كامل متكامل ولا اجيب علبه كرياتين، لا نظام غذائي كامل متكامل. طب الاتنين مع بعض انت كده في كومبو جبار. انا حاسس ان الفيديو ده انا عامله سنة 1900، لان المعلومات اللي فيه غريبة، بس والله لسه ناس لحد دلوقتي ما تعرفش المعلومات دي وبقابلهم في الحياة الطبيعية، وناس بتتمرن بقالها فترة. يعني عشان ما تقوليش دول ناس اكيد بيتمرنوا بقالهم يومين، لا دي ناس بتتمرن بقالهم فترة. فبس كده خلصت، كنت لازم اقول لك الموضوع ده. الكرياتين مش سحر، الكرياتين مش قوة خارقة، الكرياتين مش معجزة هتحصل لك، ولا اي مكمل هيعمل معاك اي حاجه طول ما انت مش ملتزم بتمرين وتغذيه مصممه ليك. وبالنسبه للتغذيه والكلام ده والتمرين، انا فتحت التدريب الاونلاين. التدريب الاونلاين هيساعدك في انك توصل لفورمه جباره من غير ما تاخد مكملات. ما تقولش لحد الموضوع ده، مش هتاخد اي مكملات لو انت ما معكش القدره الماديه، او لو معاك هرشح لك المكملات اللي فعلا تكون استثمار ليك. خطه كامله متكامله مصممه ليك كشخص، اذا كنت بتتمرن شخص عادي او شخص مصاب بالسكر، او برضو انا فاتح الاستشارات لو انت مش حابب تبدا في التدريب بس عندك اسئله معينه اذا كان في السكر او اذا كان في التمرين. فالانستجرام ورقم الواتس تحت كلمني. وبس كده، عندك الكومنتات، عندك اي حاجه عايز تقولها لي انا متقبل نصيحتك اكيد. اعمل لايك، اعمل اشتراك، واشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما كنتش طولت عليك وكنت خفيف على قلبك، وسلام يا وحش.